انتهت مباراة الزمالك والمصري، ومباراة تحت عنوان فرقع البلالين يا نجاتي. اولهم كده يا عزيزي، اول بالونه فرقعت عواد اللي تسجل فيه هدف شوربه، هدف من الاخر كده يا عزيزي ما يجيش في واحد في كي جي 1. عواد الافضل في مصر، بل واللي كان بيقول لك انه افضل في افريقيا كمان. عواد والدفاع، احنا عندنا افضل دفاع واخد السوبر الافريقي، نسي انه واخد السوبر الافريقي بضربات الترجيح. عواد اللي كانوا بيتخانقوا عليه من اسبوع بيقول لك انه ليه ما يلعبش اساسي في المنتخب ويكون حارس رقم واحد. كل ده ظهر النهارده. بلالين بتتفرقع يا عزيزي، بلالين بتروح. اول بالونه ب 100 مليون، 45 دقيقه ما عرفش يسجل هدف، ما عرفش يعمل اسيست، ما عرفش يعمل حاجه. بالونه تانية 27 دقيقه في اللقاء وفتح سبرنت، خرج على الدكه، قال لهم شكرا انا مش قادر، نزلوا حد مكاني. بالونه تانية بيقول لك ان هو اسطوره من اساطير نادي الزمالك، مع ان هو يا عيني يعني الموسم الثاني على التوالي ولكن لم يظهر بالشكل المطلوب. والنهارده ما عرفش يعمل حاجه امام المصري، ما عرفش يعني يسجلوا هدف حتى التعادل. وامبارح كان بيحفل على الاهلي عشان انتهى المباراه 1-1، والاهلي على الاقل ضمن نقطه. انت لا ضمنت نقطه ولا اتنين، بل انت خسرت ثلاثه. من الاخر كده فرقعت الباقيين كلها النهارده اللي انت كنت عمال تتكلم عليهم. انا عندي افضل خط وسط، انا عندي افضل دفاع، انا عندي افضل هجوم. الجزيري نزلت ناصر منسي، نزلت الجزيري. من الاخر كده لو جبت فرقه تانية جنب الفرقه اللي معاك ما كنتش هتكسب المصري، لان المصري اصلا هو بيلعب لعب منظم. ومن الاخر ظهرت كل البلانين اللي عندك كلها وفرقعت في اللقاء، وفرقعها لك المصري البورسعيدي. مش هقول لك يعني فرقعها لك فريق بره. يعني انت لو بتلاعب الاهلي، لو عفوا لو لعبت الحارس بتاعك ده في المنتخب اهو امام المصري وشال هدف بالطريقه دي، امال لو لعبت بقى في المنتخب على حساب شوبير، يعني لو كنت بتتريق على شوبير في المنتخب لما شال هدف هو ملوش يد فيه، تعال اشرب النهارده من عواد. سلام.